السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين. مفاضلش بقى اللي على ايام على العيد الكبير ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. فقلنا بقى ايه، طبعا خدنا الاجازة واحنا بقى لنا فترة بقى ما بنعملش قوي في الشقة عشان كنا في امتحانات مع دروس مع كده. بصراحة ما كناش بنعمل حاجة قوي، فجينا وطبعا مشاوير لولو وكل شوية رايحين المستشفى وكده. ربنا يشفيها يا رب ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب. فقلت بقى ايه، خلاص بقى مفيش يعني ايه هنفضل قاعدين، لا كده لا مش هينفع. خلاص العيد ما فاضلش عليها الا اسبوعين، فقلت لا اقوم بقى كده. يلا بقى نشجع بعض، اللي عنده سجاد يغسله بقى كده، ده هو السجاد اللي انا بفرشه في العيد. فانا بصراحه ما شلتوش من العيد الصغير، فقلت لا بقى الواحد يشيلهم يغسلهم عشان ايه لما نيجي نفرشهم نحس بيهم. لكن هم لو فضلوا لغايه العيد ونيجي نحطهم تاني هنغسلهم ونحطهم مش هنحس بزهوتهم. فانا قلت لا اشيلهم واحطهم ايه، احطهم في العيد، يعني افرشهم في العيد. فهشيلهم اغسلهم الاسبوعين دول وافرش بقى غيرهم، هفرش بدلهم البيج اللي هم الخفاف بتوع الصيف. انا اصلا بحب في الصيف اصلا السجاد الصغير اللي هتشوفوه دوت، ده سجاد الصيف صغنن كده وجميل. وغسلت اول سجاده، بليت السجاد حلو كده. اهم حاجه تبليها الاول، تغرقيها ميه وبعد كده بقى تنزلي بالمسحوق بقى. انا بحط بقى الاول صابون سائل عادي. عايزه تجيبي شامبو سجاد، بس والله بقيت ايه اللي عندي يعني الموجود. وبرده كده في مسحوق سايب بيبقى عند بتوع المنظفات، قول لهم عايزين مسحوق سايب، مش هنحطه اوتوماتيك يعني. ولو عندك بقى شويه كلوروكس الوان، شويه كلور، بس الكلور الخام تقلبيه في ميه، ما تحطوش خام كده عشان ما تبوظش الدنيا. وعندنا بقى غسلت دي كانت مفروشه برضو بصراحه من ساعه العيد، برضو سبتها. قلت ايه، هو اصل الفتره ما بين العيدين مش كبيره، فقلت خلاص ايه اسيبهم لغايه العيد وايه واغسلهم. فشلتهم بقى غسلتهم زي ما انتم شايفين، وبقى اجيب بقى ايه يا دوب لميت الميه وعملت بالشرشوبه الجزء ده بس. قلت بقيت الشقه بقى اللي هو مسحت اوضه النوم، بس بصراحه ما صورتهاش معاكم. ومسحت كمان الجزء بتاع الريسبشن التاني ده. فقلت بقى ايه مش قادره بصراحه يوميها، حتى انا كنت بادئه متاخر، بادئه على المغرب، فصعب ان انا كنت اعمل بقى كمان اغير في ستاير واعمل كده ولا. وعملت يوميها كبده وسجق وكده، فما عملتش بقى بصراحه. بقيت بعمل حاجه وانا مستعجله عشان بدات بعد المغرب. فقلت لا، الفرش وكده خليه بقى ان شاء الله لتاني يوم. واول ما قمت بقى من النوم يا دوب فطرت انا والاولاد، وجيت بقى ايه قلت بقى ايه نغير الستاير. وهبدا امسح بقى الارض كمان، وعشان خاطر كمان بعد تحت الكنب بقى لي فتره ما بزقوش بصراحه. حتى اما جيت ازق الكنبه اللي جوه اللي هي بتاعت اللي في الريسبشن، لقيت واحده فيها كده مكان الميه، تقريبا الميه دخلت بس كانت ناشفه، بس ايه مع تراب مع ميه كده. فروحت مسحاه ومسحت عامه الريسبشن كله اهو. هنركب بقى الستاير دي عشان الستاير التانية دي هنشيلها برضو نغسلها للعيد. وانا الستاير ده هم كمان احنا كنا غيرنا وكده، فالستاير عالي، بس دي بتاعت اللي بره دي اصلا كده كده كانت عاليه، فما ما حسيتش بتغيير. وجيب برضو الستاير التانية، فيهم واحده بس اللي بتاعت الشباك اللي لقيتها قصيره، لكن اللي عندي شباك البلكونه انا حطيت واحده من بتوع الريسبشن. يعني انا كان عندي على دخلة الريسبشن كده الحته دي كنت معلقه ستاره، بس لسه والله عايزه اعلق ستاير عشان التكييف وكده ما بيعملش هوا قوي، عشان خاطر ما فيش ستاره قافله ما بين القطعتين بتوع الريسبشن، عشان طبعا التكييف بتاعنا نونو 1.5 حصان، فطبعا مش هيوزع الريسبشن كله. لازم كان المفروض تكييف اقل حاجه 2.25، هو في 2.25 وفي 3، بس طبعا التكييفات راحت في داهيه، فالحمد لله ده حلو. فايه فطبعا عشان يوزع في الجزء دوت احنا حاطينه في الجزء ده. كان المفروض لا باب طبعا، وانتوا عارفين انا عندي ريسبشن مفتوح على بعضه، فمش هينفع باب. فالمفروض حتى احط ستاره تقيله. فقلت بقى ايه، طبعا بعد البياض بصراحه ما خرمتش في الحيطه وكده، بس هنحاول ايه نحط ستاره عشان ايه نحس بالهواء بتاع التكييف. حتى لو لاحظتوا كده هتلاقوا الستاره المتعلقه اللي عند البلكونه دي اهي فيها من النص فتحه كده، عشان دي زي ما بقول لكم كانت محطوطه على دخله الريسبشن، وانا ما بقتش احطها بصراحه عشان خفيفه، ما بقتش عامله حاجه مع التكييف. فهتلاقيها برضو طولها حلو. هي اللي تحت الشباك اللي هي طولها قصير، عشان لما احنا عملنا بقى الجبسن بورد رفعنا الستاير عشان عملنا اللي هو بيت الستاره،
فالماسوره اترفعت فوق، فعشان كده الستاير قصرت، معظم الستاير. هي بس بتاعه بتوع العيد ده هم اللي انا كنت عاملاهم كانوا طوال اصلا، وكنت بفكر اقصرهم، بس الحمد لله ان انا ما قصرتهمش. دلوقتي بقى مظبوطين لما الماسوره اترفعت. او زي ما انتم شايفين بقى نبدأ بقى ننفض، نمسك الكرسي بقى من ورا، وعايزه بقى اغسله ان شاء الله. عايزه اعمل له يعني شويه كده كلوروكس الوان مع شويه اللي هو المسحوق العادي بتاع المسحوق الاطباق. وعايزه ابقى ادعك بيهم الايه الانتري ان شاء الله شويه كده، يعني الايام دي برضو عشان خاطر خلاص ما فاضلش الا اسبوعين. اللي عنده حاجه عنده مطبخ يصبنه. انا برضو وانا كده كنت بعمل بمسح في اوضه النوم. كان الرف بتاعي برضو كان عايز يتطبق في الدولاب، طبقته. لسه بقى دولاب الاولاد عايزه اطبقه برضو. يعني هو الدولاب متطبق، يعني الهدوم بتبقى متطبقه، بس ايه بيطلعوا الحاجه بتلاقي حاجه وقعت من مكانها، الحاجه كانت محطوطه على بعض، الهدوم متطبقه على بعض، فبتلاقي ايه في حاجات وقعت. بس مش هياخد وقت عشان هي الهدوم متطبقه، يعني انا لما بحطها في الدولاب بحطها متطبقه، ما بحطش كده، فهتلاقيها ايه الدولاب مش هياخد وقت. فعايزه ان شاء الله اعمل برضو. وعايزه التلاجة، يلا بقى ايه اعملوا بقى التلاجة عشان لو اللي بيشتري حاجات للعيد برضو ينظف بقى التلاجة عشان خاطر ايه تحطوا الحاجة فيها نظيفة. وزي ما انتم شايفين بقى كده برضو مسكت بتاع الكنبه دي برضو، خرجتها بره كده وبدات انفضها وفرشت بقى البيضات دي. نفسي بقى اجيب بيضات للكنبه. انا ما بقيتش اعمل حاجه في العيد جديده خالص، فما بقيتش احس بالتغيير بصراحه. فنفسي البيضات، حتى البيضات دي عندي تحس مودتها ادمت قوي. عايزه ابقى اجيب ان شاء الله بيضات كده. بس ربنا يسهل والاقي اللون ده، عشان خاطر انا سالت هنا عندنا ما لقيتش. مش عارفه بقى هلاقيها في العتبه ولا هلاقيها فين. في قماش كده زي قماش الملايات الساده، يعني انا مامتي كانت جايبه منه، لو انتوا شفتوا فيديو عند ماما في قماش كده كانت عاملاها زي بيضات كده، عاملاها للكنب بتاعها يعني جايبه القماش الساده بتاع الملايات، كانت هي جايباه لونه اصفر. انا عايزه اجيب حاجه على لون كده كافيه، يعني مش حابه الابيض او الاوف وايت. انا عندي الابيض من الاتنين، عندي اوف وايت وعندي ابيض. فبصراحه عايزه اعمل بقى تغيير، عايزه اجيب حاجه على لون كافيه كده او لون بيج غامق شويه، وايه واركب فيه برضو. هي مركبه زي كور كده، ده يعني شكله جميل، تغيير يعني. اللي هي عارفين انتوا الكور اللي انا عاملاها في الصواني، لما انا كنت عامله صواني رمضان اللي هو مزينه بيه الصواني اللي بالخيش. نفسي اجيب حاجه زي كده. فقلت ان شاء الله اما انزل العتبه هبقى اسال عليها واجيبها. بس القماش اللي عايزه اجيبه، يعني انا سالت عند بتوع قماش كتير هنا ما لقيتش اللون اللي انا عايزاه، معظمه فيه احمر، فيه مش عارفه نبيتي، وانا بصراحه اتخنقت من نبيتي. يعني انا كنت مركزه على النبيتي كتير، فمش عايزه ايه ان انا اجيب كمان، عشان خاطر كمان الايدين بتاع الكنب وايدين الكراسي نبيتي، فما عملش حاجه لو جبت بقى القماش كمان نبيتي. فعايزه اجيب بقى حاجه على بيج او كافيه زي ما قلت لكم. فزي ما انتم شايفين بقى كده خلصت بقى، فرشت الكنب ومسحت من تحته. يعني انا بقيت اطلع كل كرسي وكنبه انفضه وامسح بتاعته وارجع بقى الكنب تاني. كل الكنب والكراسي عملت فيهم كده. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين بدأنا بقى ننفض بتاع الترابيزه برضو، وهبدأ بقى امسح الحته اللي في النص دي كده وخلاص. وقلت بالمره بقى وانا بمسح، انا بحب كده اخد معايا بقى البلكونه بالمره. بس البلكونه بصراحه اللي عايزه ايه، عايزه لها برضو شغلنا شويه ورا التربو كده، عايزه ابقى اشيل ورا التربو وامسح وانظم التربو. يعني انا كنت جايبه بصل وكده للخزين، بس عايزه بقى ايه التربو كان فيه حبه حاجات برضو، يعني ما حطيتش الا في رفين بس، عايزه ابقى اوزعهم عشان برضو الحر وكده ما يبوظوش. فعايزه ابقى امسك البلكونه برضو شويه ان شاء الله ابقى ايه اعملها معاكم. زي ما انتم شايفين خلصنا بقى ومسحنا وشغلت المروحه، سبت الارض تنشف. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين هبدا بقى افرش السجاد ده، السجاد اللي انا بحبه بقى، السجاد الصيفي. حتى ما بيتحطش تحت حاجه، هو للاسف السفره بس اللي ما بعرفش اشيل منها على طول، عشان يعني ايه بحمل هم ان انا اشيل كراسي واشيل ترابيزه وكده. لكن برضو في فراغات حلوه جنبها هتشوفوها دلوقتي. فزي ما انتم شايفين دي بقى سهله ان الواحد كل شويه يشيل ويمسح، مش محطوطه ولا تحت كنبه ولا تحت الكرسي. هي بس مشكلتها ان هي بتفضل تروح وتيجي، بس لو حد قاعد وكده بتفضل تروح وتيجي، بس عادي مفيش مشكله. دي بقى بصوا شايفين يعني في اماكن باينه كتير من الشقه. دي بقى سهله، حتى لو انا حبيت ما اشيلش السجاد، انا عامه مش هشيل بتاعه السفره قوي، حبيت اشيل الصغير اللي هي بتاعه الانتريه مع بقيه الشقه مساحه سهل خالص. ده الكلام ده في الايام العاديه، لكن في العيد ان شاء الله نبقى نشيل برضو، هنشيل السجاده دي ونشيل دي عامه.
وبكده بقى نبقى خلصنا الريسبشن، وهندخل بقى معاكم نعمل بقى ايه غدانا النهارده. هنتغدى ايه بقى؟ تعالوا شوفوا كده هنتغدى معاكم ايه. وطبعا بقى بعد التعب ده، طبعا انا طبعا امبارح غسله السجاد، وتاني يوم ويوم السجاد عملنا كبده وسجق. فقلت لهم النهارده بقى ايه هنعمل اكل ارديحي. فقالوا لنا ايه طب هنعمل ايه يا ماما؟ قلت لهم خلاص بقى ايه، انا عندي ميدو وبابا ما بيحبوش الكشري عامه على فكره، الكشري الاصفر ده، لكن بياكلوا الكشري التاني. فقلت لنا تعالي يا لنا احنا ناكل اكل كده وهم ياكلوا اكل بعيش. فكان عندي بتنجانه زي ما انتم شايفين، بتنجانه واحده عروس، وكان ضارب في دماغي اعمل بابا غنوج، حتى هتعمل كميه قليله قوي هتشوفوها معاكم، كميه صغننه. فقلت اشويها برضو زي فكره البتنجان الرومي، وشويتها فعلا. وقلت بقى ايه اعمل شويه كشري وبعدين انا الميزه بقى عندي لانا زيي ما بتاكلش الكشري اصلا بصلصه كمان، بناكله كده بمخلل ولو في سلطه وكده بس. انا عندي باباهم ما بياكلش اصلا الكشري الاصفر، ما بيبقاش حبه، وعندي ميدو برضه ما بيبقاش حبه. فقلت خلاص بقى كده ايه كل واحد انا اعمل لهم هم اكل بعيش، واعمل لي انا اكل ايه انا ولولو كشري وكده. حتى الاكل بعيش ما صورتوش معاكم عشان هو ايه بطاطس وبيض وكده وفول وكده، فما صورتوش معاكم. فجيت بقى زي ما انتم شايفين شويت البتنجانه، بصوا طلعت ايه، طلعت كتير قوي. وكان عندي الطحينه دي اللي فاضله بقى من الكبده والسجق امبارح. فرحت جايه بقى ايه، كنت لسه بقى هضرب فص ثوم ومش عارفه ايه واحط عليه طحينه، لا هي جاهزه بقى بالفص الثوم بتاعها. ورحت نازله بقى ايه بالمعلقه هرسه بالشوكه، ورحت نازله عليها بالطحين وشويه زيت بقى وقلبي. طبعا كان المفروض لو ايه لو انا هضرب فص الثوم كان ممكن اضرب معاها حته فلفل، بس بصراحه ايه ما ضربتش بقى، حطيت الطحين على البتنجان وكده. وبعد كده زي ما انتم شايفين احنا جبنا بقى العدس. انا بحط العدس يعني الرز قد العدس مرتين، يعني كوبايه عدس حطيت عليها كوبايتين رز، وقلبتهم في قلب بعض حلو كده. وحطيت بقى كمان كام بيضه يتسلقوا جنب العدس عشان خاطر احنا بناكله ببيض، بس ما باكلوش بصلصه بصراحه. زي ما انتم شايفين قلبته بقى حلو كده في قلب بعضه وغسلته، ونزلت بقى بشويه زيت بقى كده هشوحه، ولا اي حاجه هحط ملح بس عليه، يعني انا هشوحه واحط الميه قد العدس والرز. يعني انا عملت مثلا كوبايه عدس وعليه كوبايتين رز، يبقى كده 3 كوبايات، هحط عليهم 3 كوبايات ميه عشان ما يتعجنش مننا عايرو يا جماعه. لو انتوا مش بتعرفوا تعملوا قوي، يعني ما بتعرفوش تقدروا كميه الميه بتاعه العدس، عايروها. ده بالذات بيتعامل زي معامله الرز العادي، برضو الرز العادي برضو لما تيجي تعملوه عايروه برضو، كل كوبايه رز قصادها كوبايه ميه. وبعد كده بقى رحنا حاطين بقى الملح وسيبنا بعد ما غلي كده الميه اتشربت، رحنا موطين عليه يستوي على ايه على الهادي. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين جبنا بقى كل طبق رحنا مقطعين عليه بيضايه، يعني انا سلقت البيض وكل طبق قطعت البيضه شرايح كده ومخلل بقى. وبصراحه ما قدرتش اعمل سلطه وانا ولولو كلنا، فده بقى اللي صورته معاكم عشان خاطر احنا ايه هناكل كشري، ده اللي عملته معاك. فطبعا بقى الاكل بعيش ما صورتوش، هو زي ما قلت لكم انا عملت لهم بطاطس وبيض وفول وكده وكلوا بقى. وتفضلوا معانا بقى وما تنسوناش باللايك.